ايه قصة عيد العمال ومن امتى بدأنا نحتفل بيه؟ العالم كله بيحتفل بعيد العمال من قرن ونص، تحديدا 1 مايو من 1886. في مدينة شيكاغو كان العمال بيعملوا اضراب عن العمل ومظاهرات ضخمة، وكان الاضراب ده بسبب ان هم بيحتاجوا على عدد ساعات العمل الطويلة في الشغل، وفي مقابل ده كان في رواتب قليلة ما بتقدرش تكفيهم في عيشتهم المناسبة. وشارك في الإضراب ده مدن وبلاد كتير، ومن 300 ل 400 ألف عامل، وده عدد مش قليل خالص لأنه كان هيأثر على عجلة الإنتاج في وقت قصير جدا. وكانت من أهم مطالبهم هي تقليل مدة العمل من 15 ساعة ل 8 ساعات يوميا، ده غير إن هم يقضوا على نظام الرأسمالية. وخلال أيام الإضراب اتقتل 3 عمال على إيد الشرطة، وبعد أحداث كتير مأساوية من إضراب المحاكمات لأشخاص مختلفة. وبعد 3 سنين أعلنت رابطة العمال الدولية يوم الأول من مايو يوم مميز لعيد العمال، وبيكون تكريم لمجهودات العمال وتسليط الضوء على أدوارهم في المجتمع والدولة.